بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يقول قداسة البابا شنودة الثالث إن مريم المجدلية زارت قبر المسيح 5 مرات، الدنيا لسه ضلمة لغاية لما الفجر، وبعدين الصبح طلع. مرة مع مريمات، ومرة لوحديها، ومرة مع بطرس ويوحنا، مرات متعددة. مريم المجدلية دي لازم الواحد يقف قدامها ويستعجب، جابت القوة والطاقة دي منين؟ ده ما كانش فيه إضاءة، وكانت الشوارع مليانة ما بين كلاب وديابة. ازاي واحدة تطلع وتروح لغاية القبر؟ عاوزين نتكلم على بعض الفضائل اللي موجودة في مريم المجدلية، والنهاردة هتكلم على الفضيلة الأولى بس. مريم المجدلية كان عندها شعور حلو قوي وصادق جدا، كان عندها الإحساس بالامتنان، يعني حاسة إنها مديونة لرب المجد يسوع. كانت عايشة في الخطية، وكانت تطارد ب7 شياطين ساكنين جسدها. أنا مش عارف كانوا يعملوا فيها إيه، بس أكيد حاجات صعبة قوي. المسيح حررها من كل ده، وعلشان كده هي حاسة إنها مديونة. والإنسان لما بيحس إنه مديون بحياته للي أنقذه بيبقى عاوز يعمل كل حاجة بما فيها حتى لو الدنيا ضلمة وأنا عايزة أخد الطيب واروح احطه على جسده في القبر. اللي كان زي مريم بالظبط القديس بولس الرسول، اللي كان حس انه بيضطهد الكنيسة وكان بيفتري على الكنيسة، وازاي المسيح انقذه من الفكر اليهودي اللي كان متربي عليه، فكر متعصب، وازاي نقله للإيمان. علشان كده بولس الرسول تحمل ما لم يحتمله أحد من آلام الخدمة، ضرب بالعصيان، جلد بالكرباج، يتحدف في البحر وتتكسر بيه السفينة، ينزلوه في سلة أو في سبت كده من السور في دمشق. إيه ده؟ ما أنا مديون، أنا مهما عملت مش هقدر أوفي أي جزء من الدين اللي عليا. للأسف إحنا عندنا نماذج تانية خالص، مش حاسين إن إحنا مديونين للمسيح بفدائه لينا. بالعكس، ده في ناس بتتذمر على الله، وناس تحاكم الله، وناس تعترض على الله، وناس تنسب امور صعبة جدا لربنا. يا رب انا عاوزك دايما تفتح عيني على صليبك وعلى عملك اللي انت عملته في حياتي، علشان يا ربي احبك، لان احساس الدين عبارة عن طاقة في الخدمة، وطاقة في عمل الرحمة، وطاقة في حبك انت. اقول لكم ايه؟ صباح الخير.